هذا الخطاب جاء إلى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ما هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر. وما هي الصلاة التي قبل الغروب؟ هي صلاة العصر. قال في الحديث: لن يلج النار، ولن هنا أداة نهي، أي لا يدخل النار رجل واظب على هاتين الصلاتين. والحديث خص هاتين الصلاتين لأن أيها المباركون من واظب على هاتين الصلاتين فالأحرى فيه أنه يواظب على بقية الصلوات، لأن صلاة الفجر صلاة لا يصليها في الغالب إلا العظماء من المؤمنين، لأن أيها الفضلاء اختبار وامتحان، لأن المؤمن يقوم ويترك لذة النوم، والنوم لذة، يترك لذة النوم استجابة لله سبحانه وتعالى، فيتغلب على هذه اللذة لأجل الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر. لو نلاحظ يا الفضلاء أن الحديث الأول يقول لن يلج النار، والحديث الآخر يقول دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. هنا وقف ابن عثيمين وقفة متدبرا قائلا أن من واظب على هاتين الصلاتين انطبق عليه الحديثين السابقين، وانطبق عليه قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهنيئا لك أيها المبارك حينما واظبت على تلك الصلاتين. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ملائكة وظيفتها أنهم يتناوبون فيما بينهم، فيجتمعون في صلاتين، في صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول عليه الصلاة والسلام: فيعرج الذين باتوا فيكم، الذين كانوا من العصر إلى الفجر يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعرجون الله سبحانه وتعالى، فيسألهم الله وهو أعلم بهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبادي؟ تقول الملائكة الذين عرجوا يقولون: جئناهم وهم يصلون في صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون في صلاة الفجر. الأسماء ترفع. فهل أيها المبارك فسرت اسمك مع أولئك القوم الذين كل يوم ترفع أسماءهم إلى المولى جل في علاه؟ أم أنت تخلفت فكنت من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ ترفع الأسماء ولا يوجد اسمك معهم. لو تأخرت على مديرك في العمل اليوم الأول والثاني والثالث والخامس أو ربت، ماذا سيفعل بك ذلك المدير؟ أقل القليل من يختم عليك، فإن استمريت فسيرفع فيك قرار فصل. لكن أرحم الراحمين سبحانه يمهل جل في علاه ولا يمهل جل في علاه. فلذلك أيها المباركين الواجب علينا أن نصدر أسماءنا مع أولئك القوم الذين ترفع أسماءهم كل يوم إلى المولى جل في علاه. وأيضا جاء في الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم، يقول لصحابته: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يسكن عليك رؤية الله. ورؤية الله والفضلاء هو أعظم نعيم في الجنة. دخول الجنة هو فوز لا شك في ذلك، وكلنا نفرح، بل سماه الله فوز. ولكن الذي هو أنعم منه هو رؤية الواحد الأحد جل في علاه. ترى الذي خلقك فسواك فعدلك، ترى الذي أنعم عليك بالصحة والمال والولد، ترى الذي إذا مرضت فهو يشفيك جل في علاه، ترى الواحد الأحد، ترى الجميل جل في علاه، ترى نور السماوات والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. إذا استطعت ألا تغلبك نفسك أن تواظب على هاتين الصلاتين فأنت بإذن الله موعود برؤية الواحد الأحد جل في علاه. فهنيئا لك يا من واظبت على هاتين الصلاتين. وجاء أيضا أيها الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أقوام وقال: وإن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهن من الأجر لأتوهما ولو حبوا. أرأيت الطفل الصغير كيف يحبو إذا أراد شيئا؟ لو علم ذلك الرجل الذي تخلف عن هاتين الصلاتين وهي العشاء والفجر لأتاها ولو حبوا. لو علم ما في الفجر والعشاء من الأجور لأتاها ولو حبوا. أقل الفضائل أيها الفضلاء
أن المؤمن إذا دخل المسجد ماذا يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فتنزل عليك الرحمات، لأن المسجد كله رحمات. وهذه أقل الجوائز يوم القيامة. ومن المواقف التي سمعتها قبل بضعة أيام أن أحد التجار صلى الفجر في مسجده وكان له مسجد، فالتفت فإذا ب11 رجل صلوا معه في هذا المسجد، فأخذ أرقام هؤلاء الرجال الذين صلوا وذهب وأخبر على الإمام أن يخبر أولئك القوم أنهم مكافئون كل واحد منهم بسيارة. العجيب من هذا أيها الفضلاء أن اليوم الآخر فإذا بالمسجد اكتظ من الازدحام. أين هم؟ أين هم البارحة؟ أم قاموا للدنيا وتركوا الآخرة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح الإنسان، أو قال من أصبح وهمه الدنيا، أصبح وهمه الدنيا، قال من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن صفات هذا الرجل الذي قام وهمه الدنيا أنه إذا جاء ينام في الليل أساسا يركز ساعته على الدوام، لأن همه الدنيا، همه المال، همه ألا يفوته التوقيع في العمل أو لا تفوته البصمة في العمل، لأنه همه الدنيا. قال شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، لأنه قام للمال، عومل بنقيض قصده ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. قال ومن أصبح وهمه الآخرة، قال جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راجمة وجعل الله غناه في قلبه. ومن صفات هذا المؤمن أنه إذا جاء ينام في الليل يركز ساعته على آذان الفجر، أو ربما يركزها قبيل الفجر بقليل لكي يوتر، لأن الله وتر يحب الوتر جل في علاه. فإذا قام لصلاة الفجر التفت يمنى فإذا بزوجته نائمة أوقظها، لأن الله أمر بذلك، قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم ذهب إلى الأبناء وأوقظهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ثم ذهب يجيب من أجل الله وهو خارج من بيته تذكر قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فرجع إلى الأبناء يتأكد هل قاموا أم لا، لأن الأبناء هداهم الله توقظه للصلاة، فإذا ذهبت رجع ولا مرة أخرى. فهنا يأتي دور الاختبار، والاختبار قال العلماء أشد من الصبر. ثم يوقظهم ثم يذهب يجيب منازل واحد إلى حد التي فلا. وهذا نبشره أيضا بأنه له نور تام يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا أنه قال بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. ختاما أيها الفضلاء، ولعلي أطلت عليكم، جارك الذي جنبك والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، بل قال أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار أيها الفضلاء له حق عليك، وأقل الحقوق أن توقظه لصلاة الفجر. لو لا قدر الله خرجت الساعة 1 ليلا ووجدت لصا قد كسر زجاجة سيارة جارك، ما الواجب عليك؟ أقل القليل أن تطرق عليه الجرس في الساعة 1 ليلا وتخبره بذلك، ليس كذلك يا الفضلاء. ومن واجبك أيضا وسيشكرك أيضا لأن سيارته قد ماذا؟ قد كسرت زجاجتها. أليس أيها الفضلاء الواجب علينا أن نتشجع ونطلق ذلك الجرس ونقول له اذهب إلى منادي الله جل في علاه، اذهب لصلاة الفجر. أنا أخاف على سيارته ولا نخاف عليه، أنا أخاف عليه من الدنيا ومن حطام الدنيا ولا نخاف عليه من صلاة الفجر. فالله أيها الفضلاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، واجعلنا وإياكم من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا.